اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة بجد عالمية. مفيش حد راح السعودية وما يعرفش البيك ولا مسحب البيك، وبستنى أي حد راجع من هناك بيجيب لي بصراحة معاه مسحب البيك. واللي ما يعرفش البيك هقول لكم بقى ده عبارة عن ايه. عبارة عن فراخ مقرمشة جدا من بره وطرية ولذيذة جدا جدا من جوه. النهاردة هنعمله مع بعض بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وهقول لكم على أسرار التتبيلة والتسوية المظبوطة علشان يطلع معاكم بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. اعملوا الوصفة دي يا جماعة، هتحسوا انكم واقفين عند البيك بجد، وواثقة انها هتعجبكم جدا جدا. لو اول مرة تشوفوني، انا الشيف ماجي، وهكون سعيدة جدا جدا لو اشتركتوا في القناة ولايك للفيديو لو عجبكم. ويلا بينا نحضر مسحب البيك الخطير مع بعض. اهلا بيكم حبايبي. عندي هنا نص كيلو من صدور الدجاج او الفراخ. طبعا بغسلها كويس جدا وبحطها في محلول نقع. هو عبارة عن ايه؟ عن مية ومعلقة ريحان وكام عود قرفة سيجار، وحاسبهم طبعا في محلول النقع لمدة ساعة. بعد كده بجيب الصدور وبحطها على البلانشة زي ما انتوا شايفين كده، وبجيب كيس بلاستيك واضرب عليه زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، لاني عاوزة اخلي كله متساوي، بتساويه كله ما يبقاش فيه اي قطعة اعلى من التانية. وطبعا هكرر الموضوع ده مع كل الصدور اللي عندي. دي الصدور كلها بعد ما فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنركنها على جنب بقى ونحضر اقوى تتبيلة للمسحب. يلا ما تنسوش اللايك الجميل علشان ده بيشجعني اقدم لكم كل جديد. بعد كده بجيب طبق وابدأ احضر تتبيلة المسحب. هي عبارة عن ايه؟ عن كوباية من اللبن الرايب. اللبن الرايب لما بيدخل جوه أنسجة الصدور بيخليها طرية جدا جدا ولذيذة، وطعمها أكتر من رائع. بعد كده هننزل عليها بالبهارات، وهي عبارة عن إيه؟ معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بودرة الجنزبيل، ومعلقة خل كبيرة. بس كده. هنقلب بقى بعد كده التتبيلة دي كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين. الله على الجمال. من قبل ما نعمل اي حاجة عاوزة اقول لكم الريحة خطيرة جدا جدا. هنبدأ بقى ننزل بالصدور بتاعتنا، وهنسيب الصدور في تتبيلة حوالي نص ساعة كده. عندي بقى هنا كيس من أكياس الفرن. هبدأ بقى أشيل الصدور من التتبيلة وأحطها في الكيس زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وده الكيس الحراري. بعد ما حطيت فيه الصدور هدخل المسحب في الفريزر لمدة ساعتين أو 3 لحد ما يتماسك ونقطعه مع بعض. ولحد ما الصدور تجمد في التلاجة، تعالوا بقى نحضر مع بعض التغطية الداخلية بتاعت المسحب. وهي عبارة عن ايه؟ عن كوباية دقيق هننزل عليها بمعلقة صغيرة ملح وبابريكا، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، فلفل اسود. هي نفس البهارات اللي حطيناها في تتبيلة المسحب. هنقلبهم بعد كده كويس جدا. بعد كده هنحط عليهم بيضة واحدة
وكوباية مية عادية من الحنفية، وهنقلبهم كويس جدا جدا. بالنسبة للتغطية الخارجية، وهي عبارة عن ايه؟ كوباية بقسماط ناعم عادي، هنحط عليه كوباية كورن فليكس مطحون، وهنقلبهم كويس جدا جدا. تعالوا بقى حبايبي نخرج المسحب الجميل بتاعنا من التلاجة وهنقطعه مع بعض. ده المسحب بعد مرور ساعتين شلته من الكيس الحراري، وهنبدأ بقى نقطعه زي البيك بالظبط. شايفين الجمال؟ بعد كده بننزل القطعة في التغطية الداخلية، وأرفعها وأنزلها في التغطية الخارجية. شايفين الجمال بقى؟ علشان ما طولش عليكم هكمل كل الكمية دي وهرجع لكم مرة تانية. ده كل المسحب اللي عندي بعد ما خلصته حبايب قلبي. هنبدأ بقى ننزل بقطع المسحب في زيت عميق وسخن، وأول ما ننزل بقطع المسحب بنخلي النار متوسطة. ليه؟ علشان المسحب ما ياخدش لون بسرعة ويستوي من جوه كويس جدا. شايفين الجمال بقى؟ ما شاء الله، إبداع بجد والله يا جماعة. هقلي كل الكمية وهرجع لكم مرة تانية. كده خلص البيك يا جماعة. مش قادرة أصدق بصراحة إن طلع بالجمال والروعة دي. لازم بجد تجربوه، طعمه غير عادي. أنا دقت بتاع السعودية والله مفيش فرق ما بينهم خالص، وأحلى 100 مرة من بتاع بازوكا اللي بيبيع القطعة منه ب10 جنيه، ولا مقرمش ولا حاجة. اعملوه بقى حبايب قلبي في البيت. شايفين الجمال؟ شايفين القطعة عاملة ازاي ومقرمشة؟ ولا أروع والله يا حبايبي من كده. مقلية صح، والتتبيلة طعمها مش طبيعي بجد، كأنكم واقفين عند البيك بالظبط. بتمنى لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش اللايك الجميل، وهستنى تجربوا الطريقة وتكتبوا لي تحت رأيكم ايه في التعليقات. وبألف هنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربوها، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.